المرشح رقم 15 في حزب إسرائيل بيتنا، شادي خلول من قرية الجيش ومن مهجري قرية كفر برعم. أهلا وسهلا فيك شادي. أهلا وسهلا فيكم. شادي، في البداية لماذا اخترت أن تسير في قائمة في حزب إسرائيل بيتنا وليس مع حزب آخر؟ أول شيء شكرا على استضافتكم. نحن بنحب نوجه رسالة من خلال ترشيحنا لهذا الحزب لكل المسيحيين بدولة إسرائيل اللي حابين إنه يكونوا اسم من هالدولة ويعيشوا فيها بشكل بمساواة كاملة مع جميع المواطنين، إنه نحن رحنا لهذا الترشيح لأجلهم ولأجل كيف بيقولوا تحسين الأوضاع للمسيحيين بالبلاد. نحن اليوم من أكبر طائفة مهمشة بدولة إسرائيل، أكثر من أي طائفة اللي أنت بتقدر تفكر فيها بدون ذكر أسامي. إحنا قدمنا كل البنود اللي قدمت لإسرائيل بيتنا أو لإسرائيل بيتنا لكل الأحزاب. ميرتس ما قدمنا لها، والأحزاب العربية ما قدمنا لها، لأنه هن على مدار 4 سنوات الأخيرة كانوا يشتغلوا ضدنا علنا. كل مرة لما كنا نروح فيها على الكنيست ونطلب شيء بخصنا كمسيحيين كانوا يصوتوا ضدنا بالكنيست. إذا كان على قانون المساواة للمواطنين المسيحيين بالدولة وتعيين منصب لمسيحي ليعمل لتحسين فرص العمل وإمكانيات العمل للشباب المسيحي المهمش اليوم، هن عرضونا. عشان هيك الحزبين الوحيدين اللي ما قدمنا لهم هاي البنود هن كانوا ميرتس والأحزاب العربية بسبب رفضهم لنا، وباقي الأحزاب بشكل كيف بيقولوا قاطع، من الليكود، من يش عتيد، من كخلون، من مفلقة عبودة، وكانوا بعدهم مش عاملين المحخنة الصهيوني اللي بيسموه البيت أو البيت الصهيوني أو شيء من هالشكل. كانوا بعدهم كل واحد لحاله. تسيبي ليفني مهات نوعها قدمت لإلها البيت اليهودي وليبرمان الوحيد اللي قبل طلباتنا كمسيحيين والبنود السبعة اللي أنا قدمتهم مع المجموعة اللي نحن كمسيحيين رحنا مع بعض لإلها وأسسناها وقدمناها، هو كان ليبرمان. وهاي البنود نحن لما تقدمت على كل الأحزاب وما قبلوها، نحن قبلنا نروح مع ليبرمان. احنا رايحين عشان نقدم مصلحتنا. أنا ما بهمني شو لوين رايح. لما الأحزاب بتشوف في ناس اليوم بكرة عربية عم بتروح تصوت لشاس، وعم بيصوتوا ليهدوتا توراه، وعم بيصوتوا للليكود، وعم بيصوتوا لبيت اليهودي، وإسا وقفت علينا كمسيحية إنه نحن رحنا مع الزلمة اللي أعطانا وقبل. ولكن شادي، ليبرمان طريقه معروفة إشي طرد العرب من إسرائيل. قال إنه أم الفحم لفلسطين وأرقيل لإسرائيل. كمان مرشح اللي هو من حزب إسرائيل بيتنا إيلان شوحط رئيس بلدية صفد، خلال مشاركتي في مؤتمر انتخابي تحت عنوان الصحة في الجليل، كان هناك مشارك ايضا الدكتور عفو اغباريه. وخلال احد الجدالات في خلال المؤتمر عن معالجه الجرحى السوريين في اسرائيل، رد رئيس بلديه صفد على دكتور اغباريه وقال له: سنستقبل السواح هنا في اسرائيل ونطرد العرب. هل طريق فعمليا احنا عم نشوف هون ليبرمان طريقه نفس طريق إيلان شوحط، هل طريقك كمان انت نفس الشيء؟ اول شيء بحب اقول لك شغله واحده، احنا بالحزب هو الحزب الوحيد إسرائيل بيتنا اللي فيه مرشح مسيحي، مرشح درزي، محل سادس بالحزب. يعني هو راح يكون كمان عنده وعد يكون وزير درزي أول بدولة إسرائيل. بدك تسميه عربي سميه إيش بدك تسميه. يعني كل اللي عم تحكوه وكل اللي عم بيحكوه الصحافة هو منائد كيف بيقولوا الحقائق اللي موجودة عندنا بالحزب. احنا حقائق تبعتنا كتير واضحة، والبنود تبعتنا والأجندة تبعتنا واضحة. تكون مخلص للدولة، انت مواطن كامل بالدولة. بدك تكون غير مخلص، بدك تكون كيف بيقولوا ضد الدولة وتشتغل ضد الدولة وتعمل إرهاب من قلب الدولة وتعمل إرهاب على الدولة وعلى مواطنين الدولة، وتخلي العالم تفوت ببعضها. كيف اليوم عم تدعي الأحزاب العربية عم بتكره الشعب اليهودي
اقليه اللي عم بتسميها انت عربيه وهن يعني كيلو عم بيمثلوها. هاي الشغله ما بصير هيك، ما بصير عيش مشترك بالطريقه اللي عم تعملها الاحزاب العربيه. عم بتكره اليهود اكثر واكثر. واكبر مثل شفناه هو اللي انت اللي تفضلت حكيته، لما انت بيجي واحد مثل عفو اخباريه من الحزب هذا اللي بتقول القائمه المشتركه وبيحكي هذا الحكي، وهو كمان تابع للشخصيات اللي هن كمان معروفين بتطرفهم مثل باقي الاشخاص الموجودين بقلب الحزب هذا. فاذا احنا بالاخر عم نشوف انه هاي التوجهات الموجوده من الشئتين عم بفوتوا عم بأدوا لصدام بين المجموعه اليهوديه وبين المجموعه اللي هي عم تاخذ الشعب للتطرف بالمجتمع العربي. نحن عم ندعي لشكل اخر من العيش المشترك. احنا بنقول انه العيش المشترك بيصير عن طريق الانخراط بدولة إسرائيل، عن طريق الانخراط والتجنيد والتطوع والطبق. بدكش تتجند للجيش، ما حداش جابرك تتجند، احنا ما بنجبرش حدا يتجند. شادي اذا بنيجي لك شغله بس خلينا نكمل. احنا بنقول كون اعطي الاسم المينيمالي المينيموم تبعك، يعني بدكش تعمل جيش روح اعمل شروط لؤميه، اخدم برعايتك، اخدم بكنيستك، اخدم وين بدك، خليه ينحسب لك شروط لؤميه. قول انه انا بدي اكون مواطن بهاي الدوله، ادعي للعيش المشترك، مش بس كل الوقت بكى وبكى وبكى وبكى، هيك ما بتجيب شيء. بدك تجيب شيء روح احكي وقدم تفاهمات مع اليهود. بهاي الطريقه بالعيش المشترك كل شيء بيصير. شادي احنا هاي طريقنا. الدروز والبدو اكثر مواطنين اللي هن عم بيخدموا بالدوله، عم بيخدموا جيش، وعم نشوف اوضاعهم هي من اكثر الاوضاع السيئه في وسطنا. يعني من ناحيه بيوت، من ناحيه قصائم بناء ما فيش، من ناحيه بيوت غير مرخص عم بيهدوا لهم اياها رغم انه عم بيخدموا. طيب تعال اروح انا وياك هيك جوله بالكره الدرزيه وشوف القريه تبعتك اللي انت عايش فيها، بيتك اللي انت عايش فيه، والبيت الدرزي اللي عايش بحرفيش حدك، البيت الشركس اللي قاعد حدك بحرفيش. ايش عشان انه خدم يعني بيته حجر بيكون وعايش احسن منك ومني وباخذ اكثر مني ومنك. وهذا الحكي اللي ايش بياخذ مثل ايش بياخذ عمليا؟ كل هاي الحكي هذا حكي لمجموعات عربيه متطرفه اللي بتدعي بنفس التوجه، بدهمش يكونوا خلق واسم من الانخراط بدولة اسرائيل، بدهم يدعوا بس للصدام مع اليهود. نحن عم نقول لك شغله كثير واضحه، خذ اسا على جارك، انت عايش مع جار كل الوقت بتسب هالجار، كل الوقت بتحكي عليه بالعاطل، مع انه جارك ما عمل لك شيء او عمل شيء، واليوم عشان تقدر تستفيد او تقدر تعيش معه بالمستقبل بدك تسامحه، لانه نحن المسيح قال لنا سامحوا كمان مبغضيكم. اوكي، اليهودي يعمل لك شيء عاطل، هيك عملنا شيء عاطل، بس اجى الوقت اليوم انه نسامح ونعيش مع بعض. اجى الوقت انه نكون اسم من هالدولة، انه نطالب بحقوقنا بهاي الدولة، مش نطالب بالضفة. الضفة في من يحكي باسمهم وفي من عم بيطالب، مش بحاجة لأننا نطالب لهم بحقوقهم. هن في عندهم أبو مازن بيحكي باسمهم، يحكي ومبروك عليه ويعمل اللي بده اياه. احنا مفروض علينا نحكي للمواطنين بالناصري، مفروض علينا نحكي للمواطنين بحيفا، مفروض نحكي على المواطنين بالجيش، بمعليا، بفسوطة، بترشيحة، بكفر ياسيف، بشفا عمر. هذول المواطنين اللي بدنا نحن نعمل ونلبي حقوقهم. وهذا اليوم في تعطش كبير عند المجتمع المسيحي انه واحد يجي يحكي مسيحيا ويجيب لهم حقوقهم. هذا انا اللي عم بعمله. واحد من الحقوق اللي انت لازم تاخده كفر برعم. قرية كفر برعم مهجرة صار لها 67 سنة. مزبوط، 67 سنة مزبوط. وليبرمان يعني هو عم بدعي على طرد العرب. طرد العرب. واحدة من الاشياء من القرى اللي ممكن تاثر فيك انت كانسان ابن قرية كفر برعم هي هاي البلد، هجروك منها. كيفن، اول شيء في نقطتين هون، ليبرمان بدعيش لطرد العرب. ليبرمان هو صرح وقال انه ام الفحم لفلسطين واريال لاسرائيل. مش طرد، انت مش فاهم شو الطرد؟ طرد لما انت بتيجي تزعل بني ادم من بيته، هذا طرد. هو عم بيعمل على اتفاق سلام، وهو الوحيد اللي عم بيقول شني مدينوت لشني عميم، شتي مدينوت لشتي عميم. هو اول بني ادم عم بيعمل هاي الشغله. مين عم بقول لك شتي مدينوت لشني عميم؟ عم بقول للمواطنين اللي عايشين بالمثلث اللي بدهمش يكونوا اسم من دولة اسرائيل، وعم بدعوا انه هن بدهم يكونوا فلسطينيه اكثر من الفلسطينيه. عم بقول لهم انتم خليكم ببيوتكم ولا حدا راح يطردك مثل ما طردوك من كفر برعم. عم بقول لك خليك ببيتك، خليك بارضك، خليك شو اسمه، بس باتفاق سلام مستقبلي. احنا بدنا نجيب الحدود تكون هي كفيش شيش شو اسمه اريال تكون اسم من اسرائيل، يعني باتفاق مع الفلسطينيه
عم بحكي هو الحكي نفسه اللي اليوم كل الوقت كانوا السمول عم بيحكوه. السمول على القليله عم بكذب عليك، هو عم بقول لك بوضوح اذا بدنا يكون شتي مدينوت لشتي عميم، هذا هو الحل الوحيد اللي ممكن انه نحن نكون متعايش مشترك. واذا انت على قد بدك تكون بدوله فلسطين، تفضل روح كون كيف بقولوا مخلص لدوله اسرائيل، لدوله فلسطين اللي بدك اياها. خذ البتوخ تبعك الامي من هناك، خذ المسخ نساء او ادفع المسخ نساء هناك، واعمل كل شيء وابدي الدوله اللي انت بدك تكون اسم منها. هذا مش ما اسموش طرد. الطرد لما انت عم واحد بني ادم مثل ما بكفر برعم طردوك من بيتك، هذا اسمه طرد. انت قاعد ببيتك هون وعم بقول لك باتفاق سلام مستقبلي، هذا هو الحل الوحيد اللي ممكن انه يصير فيه كيف بقولوا دولتين، لا واحده للشعب اليهودي وواحده للعرب. انت شادي كل وقت بتقول اني مسيحي وبتقيم كلمه عربي، انت مش عربي؟ انا مسيحي سرياني ماروني وبفتخر بمسيحيتي، ولكن بفتخر بايش انا، وبفتخر بثقافتي المسيحيه، ثقافتي المسيحيه اللي هي عمرها الاف السنين بهذا الشرق، ونحن سكان هذا الشرق واحنا اتباع المسيح. احنا عايشين هنا باسرائيل بلد المسيح وارض المسيح، عايشين اسا عم بعمل انا قاعد معك وكيف بيقولوا بارض البشاره، يعني بمدينه البشاره، مدينه المسيح. هي ارضنا، هاي هي جذورنا. نحن ما اجينا لا من جزيرة العربية ولا اجينا من اوروبا من فرنسا ولا اجينا من امريكا، نحن من اصل هالبلاد ومن اتباع المسيح، وهذا اصلنا قبل ما يجي اي محتل على هاي الارض. ولكن انت تتكلم العربية ايضا، يعني بتقدرش تحذف انه انت مش عربي. كيفن العربية هي مجرد وسيلة تواصل بين سكان معينين، هي مش هوية الشعب. هوية الشعب هي، أنا بحكي كمان عبري، هذا اللي تسدلنك اللي إجا من جنوب لبنان واليوم عايش بنهرية بحكي عبري، ما صارش يهودي، ضلوا مسيحي ماروني وضلوا مسيحي كاثوليكي وضلوا مسيحي أرثوذكسي، ما خص هاي بقصة الهوية. العربي هي مجرد وسيلة تواصل بين مواطنين. في عندنا 12 مليون، أعطيك مثل صغير، 12 مليون ماروني، 12 مليون ماروني عايش بجميع دول العالم، بقي منهم بس مليون بلبنان ببلدهم الاصلي، ارض جدودهم اللي هي بلدهم كانت بالاصل، وقامت دولة لبنان عشانهم. بعد ما تهجروهم، مين اللي هجرهم؟ احنا عارفين مين اللي عم بهجرهم، ليش نضحك على بعض؟ خلينا نكون واضحين. الموارنة اللي موجودين بالبرازيل شو عم بيحكوا اليوم؟ عم بيحكوا برتغالي، والموارنة اللي موجودين ب 3 مليون بالارجنتين عم بيحكوا اسباني. هل صاروا اسبانية؟ هل صاروا هن جنسهم اسباني او صار جنسهم برتغالي؟ ما صاروا. واللي عايشين بامريكا تقريبا 850,000 بيحكوا انجليزي صفات ام، يعني اللغه الام تبعتهم. هل صاروا انجلو ساكسوني او انجليز؟ ما صاروا، ضلهم سريان، اراميين، مسيحيين، من سكان الشرق، من اصل هالشرق هذا، واحنا بدنا نضلنا من اصل هالشرق. واذا في عندهم مخطط اليوم لتهجير مسيحيه الشرق، احنا مش راح نسمح له، ونحن راح نوقف مع اي بني ادم اللي ممكن انه يساعدنا، اللي نقدر نجيب بحقوقنا، انه نرفع صوتنا وصراخنا ضد اللي عم بيصير بتهجير المسيحيه بالشرق. شادي، انت عمليا بتدعي انت وشركائك لتجنيد المسيحيين للجيش، هل حسب رايك هذا الاشي راح يساعدك انك تاخذ حقوقك؟ مع العلم انه ذكرنا قبل احنا انه الدروز هن اكثر نسبه خدمه في الجيش. موافق معك. ليه؟ لانه انا مخادم جيش، انا كتسين بالجيش، انا بدرجات سيرن، يعني عقيد، بعرف بفكر بيقولوا عندكم باللغه العربيه. بدي اقول لك شغله، انا عشان افاجئك بموضوع، انا ابن بلده الجيش، بالاصل من سكان كفر برعم. في عندنا بلد درزية حدنا اسمها حرفيش، وبلد شركسية، شركس إسلام سني، بيخدموا بالجيش، وكمان حدنا، واثنيناتهم جيراننا، وعندنا علاقات كتير حميمة ومشتركة معهم، وبنحبهم وبحبونا وبيجوا عندنا ونروح عندهم. بس لما في إشي اسمه حقوق، لا تاخذ حقوقك بوزارة السياحة، لا تبني تسمرم، هن باخذوا وانت بتاخذش. وانا عامل جيش مثلهم. ليه؟ لانه انا بلدي مش مقدار بلد درزي او شركسي، وهن عندهم تعريف بلد شركسي او درزي، بيعملوا على فامي تكينت للي خادم جيش. هذا ابسط مثل اورجيك قديش نحن حقوقنا حتى كمسيحيه مهدوره، مع انه في عندنا 30% نسبه تجنيد بالدولي، اذا كان للجيش واذا كان للشروط الامي.
30% من 1800 بني ادم اللي بيعمل ثانوي، اللي بخلص تعليمه بصف 12 بتجندوا اليوم بشكل تطوعي. فاذا انا ليش هدول ما ياخذوش كيف بيقولوا واحد يكون ويطالب لهم بهشفقات التنقيم؟ مش حتى عم بقول لك نطالب مثلنا اكثر من غيرنا، عم بقول لك بس هشفقتان او مساواه للحقوق اللي بياخذوها الدروز بالشركه، بديش اقول لك اكثر من هيك. اسا عم بتقول لي على صعيد المساواه، في مساواه عندك بالمجتمع العربي؟ في مساواه عند بوزاره المعارف اللي اليوم ممسوكه على ايد مفتشين معارف ومفتشين ومعلمين وكل شيء. اليوم اللي بخلص تفكير، اذا بتشوف لي واحد مفتش واحد مسيحي او اكثر من اثنين بكل وزاره المعارف، تعال لي بكل وزاره المعارف قديش عندنا مدارس مسيحيه؟ تعال ورجينا على مفتشين المسيحيه اللي عندك. اذا بتشوف لي بوزاره المعارف معلمات اللي بدها تتوظف او معلمين من دون ما يبوسوا ايدين ناس معينه، تعال لي. احنا حبيبي اليوم اجى الوقت انه نصحى، اجى الوقت انه نحن كمسيحيين نكون ايد واحده ونعرف وين مصلحتنا. نحن مش ضد حدا، نحن بدنا حقوقنا، اذا كان بكفر برعم، اذا كان باي بلد ثاني. والطريقه الوحيده اللي ممكن انه يصير فيها رجوع لكفر برعم، وبفهم كمان مره الشعب، الطريقه الوحيده اللي ممكن انه يكون فيها رجوع لكفر برعم هي عن طريق التعايش المشترك، عن طريق انه نفوت نخدم بالدولة، مش عن طريق الجيش، عن طريق الشروط. ولكن نقدم تفاهمات مع المجتمع اليهودي ونكون نحن نضلنا نطالب بحقوقنا بكفر برعم، لانه هاي الطريقة الوحيدة اللي فيه يمكن بصيص امل انه نقدر انه نصل لتفاهمات مع المجتمع اليهودي، انه نحن يا عمي ما بدنا نأذيكم، ونحن بدنا نعيش معكم، بس بدنا شادي 67 سنة مرقط. كيف بده يكون في تفاهم مع الدولة لما مش قابلة لما في ناس عم بيرجعوا لغاد بقعدوا بيقيموا غاد بقلب البلد، وهن عاملين كل مرة بتيجي دائرة أراضي إسرائيل بتطلعهم من قلب البلد تبعتهم، ساعة بياخذوا لهم الغراب بيقطعوا لهم المي. أنت ابن برعم وأنا ابن برعم، خليش أقول لك أكثر من هيك. شو راحوا يعملوا ويقيموا؟ ما راحوا يقيموا، ما راحوا يعملوا شيء. اللي بده يروح يقعد ببلده ويطالب ببلده بطلبش ب 520 قرية مهجرة. نحن ما إلنا علاقة بالقرى المهجرة، نحن بلدنا إلى حالة خاصة ومميزة شوي. لا تتعلق بأي قضية فلسطينية ولا أي صراع فلسطيني إسرائيلي أو يهودي عربي. نحن مواطنين مسيحيين، هاي هي قصة كفر برعم، مواطنين إسرائيليين مسيحيين اللي فاتوا بين باتيش لسدان، كيف بيقولوا بين المتركة والسدان، بين هالصراع هذا، ونحن وقعنا بين هالصراع. ونحن إذا بدنا ناخذ حقوقنا لازم نضلنا نطالب بقضيتنا كقضية مميزة وخاصة. وهذا مش أنا اللي عم بقوله، هي اللجنة الوزارية برئاسة دافيد ليبائي وتساخي هنكبي وبموافقة لجنة كفر برعم اللي بتقول إنه قصتنا هي قصة خاصة ومميزة. الناس اللي مسكت حالها وراحت قعدت ببرعم اكبر برهان انه هن مش بمثلوش اهل كفر برعم، انه هن كانوا مدسوسين من الاحزاب العربيه عشان يخربوا قصه كفر برعم ويفوتوها بصراع اكبر من هيك عشان يقضوا على كفر برعم، مش عشان يحسنوا كفر برعم. هذا الفرق. عشان هيك انت بتشوف انه ولا واحد من سكان كفر برعم راح قعد مع هاي الناس اللي راحت قعدت على خطرة من دون ما تسأل لجنة كفر برعم، من دون ما تسأل سكان كفر برعم الأصليين مثلي ومثلك. راحوا قعدوا صاروا يحكوا بشغلات اللي نحن ما قلنا علاقة عشان يقضوا على قضية كفر برعم نهائيا، بدزة من الأحزاب العربية، من باسل غطاس ومن حنين الزعبي ومن كل الأحزاب العربية اللي مفكرين حالهم إنه عم بدعوا إنه دي حسنوا أوضاعنا. بس بالناحية تاني لما هن بيشوفوهم موجودين بكفر برعم، اعرفوا يا شعب مسيحي انه هن عم بيقضوا على قضيه كفر برعم. كل يوم بكون واحد من الشكل موجود بكفر برعم. هل حسب رايك المسيحيه في البلاد راح يصوتوا لك ولا راح يصوتوا للمشتركه؟ اول شيء المسيحيه اليوم بالبلاد المشتركه مش راح تاخذ قليل، نسبه ضئيله جدا من الاصوات عند المجتمع المسيحي. عم بقول لك الشغله، اذا في اليوم نسبه تصويت لشيء معين بدها تكون عند الاحزاب الصهيونيه. المسيحيه راح تصوت للاحزاب اليهوديه، وراح تصوت كمان لإلي كمرشح مسيحي اللي راح يحكي بحقوقهم ويطالب بحقوقهم إذا كان على صعيد كفر برعم بمشاركة لجنة كفر برعم، بمشاركة كل الفئات بالبلد، وإذا كان على صعيد الحقوق. في مسيحية كتير اليوم ما بهمها بس قصة كفر برعم يا حبيبي،
في اليوم مسيحيه اليوم بهمها ابنها اللي مش قادر يتوظف، اللي بخلص تعليم من اعلى نسب تعليم بالمجتمع الاسرائيلي موجوده عند المسيحيه، 74% مش عم بيلاقوا شغل. اليوم الشاب اللي متعلم مش عم بيلاقي شغل، عم يمسك حاله وبهج بريت البلاد. انا مسؤول على هاي الشغله انه الاقي وافتح مجالات عمل لهاي الشباب. هذا هو برنامجي. انا مش بس برنامجي اهبهب واحكي، واللي بده يحل بدي اقول لك اكثر من هيك. قصص من هالشكل ما بيطلعوا بصيح مثل ما بتحمل الاحزاب العربيه. بقعد بالكنيست وبشتغل على تفاهم بشكل حضاري. بس احنا عم نشوف شغل وصدقني اليهود لما انت بدك تعيش معهم بهذا الطريقه بدهم يعطوك، وانت شايف لوين التوجهات. للاسف تهجير المسيحيه بالدول العربيه هو اخطر من اللي عم بيصير اليوم بدوله اسرائيل. ولكن احنا عم نشوف انه اليوم المسيحيه هن جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني. اي شعب فلسطيني؟ الشعب الفلسطيني. اي شعب فلسطيني حبيبي؟ شعب فلسطيني الموجود هون. وين هذا الشعب الفلسطيني؟ الموجود هون في البلاد. مين اللي قال لك عنه؟ قبل 48 لكن المسيحيه مين هن؟ المسيحيه بعدني عم نقول لك لهم حضاره مسيحيه، لهم جذورهم قبل. بس هن عرب كمان. احنا حبيبي نحن ناطقين. اسمع كيفن، خلينا نفهم مع بعض. انا حسب تعريفي انا بشتغل للمسيحي نقطه سطر جديد. بيكون عربي، بيكون ارامي، بيكون سرياني، بيكون تركي، بيكون ارمني، بيكون قبطي، بيكون شو اسمه مسيحي اسرائيلي عايش بدوله اسرائيل، معه هويه اسرائيليه، معه باسبورت اسرائيلي. فقط المسيحي؟ انا بشتغل ومخياف لإله. اي شعب، اي بني ادم اخر بده انه انا اساعده كخبير كنيست مسيحي بقلب اسرائيل بتينو، انا حاضر اساعده، بس بساعده كمسيحي. يعرف انه انا عم بساعده كمسيحي، لانه نحن المسيحيه لما نحن بيكون مركز قوه نعرف نتعامل مع الاخر بشكل محترم، وبنعرف نعامله بشكل محترم، وبنعرف نساعده، انه احنا قلبنا مفتوح للجميع. بس للاسف لما هن بيكونوا بالحكم، الشعب الاخر او من اليهود او من الاسلام او من اي شعب اخر ثاني موجود، نحن عم نتهمش. اليوم اجى الوقت انه يكون عندنا مرشح مسيحي يشتغل للكل، وبالاخص لجماعته اليوم المهمشين المسيحيين. باقي الجماعات عندها من يشتغل لها، في الحركه الاسلاميه عم تشتغل لهم، وفي عندهم الاحزاب العربيه اللي عم تدعي انه عم تشتغل، مع انه عم بيشتغلوا للضفه مش عم بيشتغلوا شيء لهم. وانا بدعي كمان هدول انه يصوتوا لاسرائيل بيتين ويجربوا، انه هدول راح يفيدوهم بالاخر. هدول احنا بدنا ناس مؤمنين ومخلصين للدوله عشان نقدر نحن نعيش مع بعض. هذا هو خطنا وهذا هو ايماننا، ونحن راح نكمل بهذا الطريق. كيف شايف في الشارع في البلدات المسيحيه؟ هل في رد لحكيك؟ هل حبيبي الشارع المسيحي اليوم بعد التهميش اللي عم بيصير فيه، بعد الشوفات اللي عم بيشوفها بالمحيط اللي عم بتقول لي اياه، الشعب الواحد اللي عم تدعي عليه انت شعب فلسطيني وشعب عربي، ما شفت انا كيف شعب واحد عم نحكي على شعب واحد وبس يدق الكوز بالجره. اول ما بدقوا فيك لانك مسيحي. كيف شعب واحد حبيبي؟ على شعب عم تحكيني انت؟ الشعب الواحد لازم يكون يحترم بعض، لازم يكون يدعي للتعايش مع بعض. لما في شيء حدا عم بيأذيك كمسيحي يقوم المسلم يوقف حدك يقول لك لا. لما انت عم بتقول شو على سبيل المثال، خليني سبيل المثال عم تسالني، خليك تسمع الجواب على الاخر. سبيل المثال لما داعش قتلت 21 واحد بليبيا، شخص ذبحتهم لاقباط لانه مسيحيه، ودبحت بالحسكه، فاتوا على الحسكه دبحوا 16 شاب ارامي مسيحي بمدينه الحسكه، وخطفوا 200 واحد بقلب مسجد باب الفرج وبدهم يعدموهم اعدام جماعي. ما شفت ولا واحد من كل الاحزاب العربيه هاي قام تعالوا يا جماعه نحن شعب واحد لازم نعمل مظاهره ممنوع هاي الشغلات. اما وين بيعملوا مظاهره؟ بنعملوا مظاهره انه في مثلا شغله بغزه صارت او بالضفه، بيطلعوا هالاحزاب العربيه وبيحملوا هالشعارات وبتظاهروا. ولما صار في اذى، انا ضد الاذى اللي عم بيصير على مثلا الرسول، انا ضده. انا ضد انه تاذي بالمسيح وتاذي بالرسول وتاذي بموسى وتاذي بكل الانبياء والرسل، انا ضد. بس لما انت عم تاذي، لما انت داعش عم تاذي المسيحيين وعم تاذي الاسلام حتى كمان قبل المسيحيه، لانه عم بتشوه صوره الاسلام، مزبوط؟ طب ليش ما شفنا مثلا الحركات الاسلاميه عم تطلع تتظاهر ضد داعش؟ ليش مش عم نشوفهم كيف بتظاهروا مثل ما اذوا صوره محمد وصوره الرسول؟ لازم يقوموا ويأذوا لانه يتظاهروا. هذا هو، ما بدناش نحن نتوجهن، نحن بدنا حقيقه، بدنا نشوف حقائق. انه انت انأذى رسول الاسلام قمت تظاهرت،
اطلع كمان تظاهر لما داعش عم بيأذي صورة الإسلام، ساعتها بصدقك انك عن جد انت إلك يعني مخلص لهاي الطريق وانك انت مآمن فيها. اما لما لا الزعبي ولما بطلب من عايدة تومة ومن باسل غطاس باجتماع الرامي بالبانل السياسي اللي كان موجود، بقول لهم قوموا تفضلوا، نحن شعب واحد، قوموا اعملوا معروف نوقف كلنا مع بعض، نوقف دكات دومياه وقفة تضامنية، عشان المسيحية كانت بعد صار لها يومين قصة الذبح ال 21 كبتة بليبيا. قلت لهم تعالوا احنا شعب واحد، تعالوا نوقف مع بعض وقفة مع بعض، نقول انه نحن ضد هذا القتل وضد التهجير وضد الذبح لانه المسيحية. نستنكر بوقفة دقيقة لمدة دقيقة على حسابي وقت الشخصي من اللي لازم احكي، ولا واحد منهم وقف. اخر شيء بقول لك انت داعش مسيحي؟ اي داعش مسيحي؟ انا عم بقتل بالعالم، انا عم بطرد العالم، انا عم بقول للعالم انا بديش اعيش معكم، انا عم بدعي للعيش المشترك. هذا الفرق بيني وبين غيري، هن مش عم بدعوا للعيش المشترك، هن عم بدعوا لتصادم الناس ببعضها، تصادم اليهود والعرب ببعضهم. هاي الطريقة ما بتنفع اليوم. نحن إذا ما وعينا على حالنا وقوينا الصوت المسيحي الحر اللي أنا مع مجموعتي ماشيين فيه، واللي بدعي للعيش المشترك عن جد بكل صدق، نحن راح نصل لوضع اليوم بهاي البلاد عن قريب انه يفوتوا المجموعات المتناقضة ببعضها، وإذا فاتوا ببعضها جماعات مثل داعش وغيرهم بيستغلوا هاي الامور عشان يقدروا يفوتوا بين الشعب ويفرقوا بين الشعب الواحد. هذا هو اللي احنا لازم نمنعه، وهذا هو اللي انا ماشي عليه. شادي خلول، شكرا لك. شكرا. شكرا.